لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كارثة يا جماعة، كارثة كبيرة، وفي قنبلة كبيرة قوي فرقعت في المنيا. شايفين منظر الخضة اللي أنا بعمله ده؟ كارثة يا جماعة، لا حول ولا قوة. شايفين المنظر ده؟ نفس منظر الصفحات اللي نزلت الموضوع ده، وفي الآخر طلعت أنبوبة غاز، ومش في نادي شرطة، لا ده في كيس بلاستيك أسود. مش أنت أمك ممكن تبعتك بكيس برضو كده تروح تجيب لها عيش؟ أهو ده كيس برضو بس جايب فيه أنبوبة صغيرة كده، الأنبوبة اللي بتسخن العيش، وما كانتش عايزة تنفجر ولا حاجة. الأنبوبة ماشية في حالها مع صاحبها، كل اللي كان همها انها تتصلح. بس الغريبه بقى مش في الانبوبه دي، حته انبوبه معدن يعني جماد، مش هناخد عليها ولا هناخد على تصرفاتها. الغريبه في الشعب اللي ماسك موبايله اللي هو اخطر من الانبوبه، وقاعد عمال يفتي بقى وعامل لي فيها خبير امني، واللي هو كل معلومته عن الغاز والانابيب ان هو نفسه بيسرب غاز وهو نايم. عامل لي بقى فيها خبير مفرقعات وعمال ينزل بقى بوستات ويشير. خلاص الراجل صحي من النوم لقى نفسه محلل سياسي، ماسك له موبايل اقسم بالله اخطر من الانبوبه نفسها، موبايل عمال ينفذ سموم لغايه ما خنقنا. عارف انت لو مسكت موبايل واحد فيهم ممكن تولع بيه سجاره، وبيضرب اشاعات ممكن تهز الكره الارضيه. يعني لسه الحادث حاصل دلوقتي ولسه الناس بتتشافى. تفتح الفيس تلاقي الانبوبه بتاعت موبايلاتهم عماله تخر بقى، تبص بقى تلاقي منزلين لك اخبار ما شاء الله عملاقه: حادث ارهابي خطير يهز المنيا، ارهابيين حاولوا يفجروا نادي الشرطه. الحرب بدات، الحرب بدات يا ناس. انتوا ليه كده؟ هو اي انبوبه تفرقع تبقى قنبله؟ طب وبالنسبه لكم بقى الصواريخ بتاعت الافراح اللي بيضربوها كده في الافراح وهم ماشيين في الزفه، اكيد دي بالنسبه لكم الحرب العالميه التاسعه. ولو عندكم سخان وانفجر تبقى دي قاعده ارهابيه، ولو البوتاجاز عمل صوت تبقى خليه نايمه، ولو النعجه اللي جنبك في البيت نايمه على السرير وعملت بومب بالليل يبقى زرع قنابل نووي جوه الليه للتفكك الاسري. وطبعا دي اكيد مش عايزه خبير مفرقعات، دي عايزه جزار يقشط الليه من جذورها قبل البيت ما يتفرتك. خلاص بقى فكوكم الجو اللي يعرف بتاع الليه ده. لكن عايز اقول لكم ان اللي حصل ده موضوع طبيعي جدا، ممكن يحصل في اي مكان في العالم، انما ليه يحصل في مصر بقى؟ الغريبه بقى اللي بتحصل عندنا في مصر، كميه الناس اللي بقت تستخدم اي حاجه وعلى اي مواقع علشان تنشر الرعب والقلق بين الناس. عايزين الناس دايما عايشه في فيلم رعب، ويطلع كل ده في الاخر برنامج مقالب بتاع رامز جلال بتاع 2026 واسمه رامز جوه الانبوبه. ده حتى الامن نفسه، يعني انت لو دخلت على صفحه الداخليه، الصفحه الموثقه، الصفحه الرسميه، ودي اللي تاخدوا منها الاخبار، قالوا يا جماعه مفيش اي حاجه، مفيش اي شبهه ارهاب، ده واحد ماشي في امان الله شايل انبوبه في كيس وانفجرت عليه، مسكين اصلا وربنا يشفيه ويشفي كل مصاب. لكن المشكله محدش عايز يسمع الحقيقه، كله فرحان بالترند اللي هو عامله، الحقوا في ارهابيين. يا ريتها كانت بركت عليك قبل ما تخلف الخلفه العرضي. الخيال العلمي بيشدهم اكتر من الحقيقه. المفروض الناس دي تتحاكم بتهمه الغباء الدرامي، دول لازم يتعمل لهم سلسله مسلسلات خيال علمي وتنتجها قناه الجزيره، تبقى زي ناشونال جيوغرافيك كده. وفي اخر حلقه بقى يدخل عليهم المسيح الدجال ويبوسهم كلهم من بقهم ويغمز لهم بعين الواحده بتاعته. ما اعرفش ازاي، ما تسالنيش هو انا كنت بعين واحده، ويقول لهم عاش عاش احفاد الباندا، من النهارده خلاص انتوا ما بقيتوش احفاد الباندا، انتوا بقيتوا احفادي انا، يلا كل واحد يخرم عين اللي جنبه علشان تبقوا كلكم بعين واحده، انتوا كده احفادي ومن سلالتي. المشكله بقى ان احفاد ابليس دولت اللي نشروا الكذب ده كله ولا واحد فيهم حذف البوست، ولو حتى فكر يحذفه من الكثفه ومن كميه الناس اللي قالت له بطل هب، ما بيفكرش حتى ينزل بوست اعتذار يقول انا اسف يا جماعه الخبر طلع غلط. مفيش، هو الكذب لما بيركب الليه صعب انه ينزل، هيلاقي فين مرتبه احسن من كده. طب يا عم انت نشرت اشاعه وعملت ذعر للناس، افرض مثلا بسبب الذعر اللي انت عامله ده المستثمرين اللي بيجي يستثمروا في مصر يسمع خبر زي كده يعمل ايه ويقول ايه؟ هيقول لك لا يا عم ده عندهم قنابل في الشوارع، شيلوا الاستثمارات من هنا بقى. ناس تخاف تستثمر عندك، يعني انتوا اللي بتدمروا بلدكم بايديكم. فين دماغك؟ فين مسؤوليتك؟ فين ضميرك؟ انا والله العظيم رايي يتعمل قانون مخصوص للصفحات اللي بتنشر الحاجات الكذابه دي، وكل واحد يضرب خبر من دماغه يتحاسب عليه. ما هو مش كل واحد بقى شاري له موبايل يبقى خلاص فاكر نفسه وكاله انباء، دي وكاله ام ايمن. البلد مش مستحمله كده، مش عشان تركب الترند فتعمل قلق. مامتك قلع الحلق، ولا تحب ندور لك على انبوبه تانية يمكن تركب الترند اللي بعده؟ ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها من الانبوبه ومن اللي ماسك موبايل اوسخ من الانبوبه ومن الاشكال اللي عماله تركب الموجه واللي حابين يعيشوا في جو الخراب. قرب خربت عليك عيشتك، هاتوا له انبوبه وحطوها له في الليه وشيروها له.